عمرك قعدت مع نفسك ودماغك كانت مليانة طموحات وأفكار مكسرة الدنيا، بس على أرض الواقع ما بتتحركش خطوة واحدة؟ تحس إن عقلك شغال بيبني في قصور وجسمك في حتة تانية خالص مش راضي ياخد أي قرار، وكأن في سد كبير بين اللي بيتمناه عقلك وبين يومك الطبيعي. لو الإحساس ده بيجيلك دايما اسمعني كويس، ده مش معناه خالص إنك فاشل أو فاقد الأمل. دي طبيعة بشرية محتاجة دليل عشان تتعامل بيه مع طموحك. جهز قهوتك وتعالى نكسر السد ده. أولا، الشغف لوحده مش هيحرك المركب. الشغف ده عامل زي بنزين العربية، طاقة ممتازة، بس لو مفيش عربية وموتور سليم هيفضل البنزين محبوس جوه التانك وملوش أي لازمة. يعني حبك للحاجة ورغبتك فيها مش كفاية عشان تتحرك، والكسل اللي بتمر بيه مش معناه انك كاره النجاح. الكسل بيحصل لما دماغك تشوف الشغف ده طموح كبير ومعقد، فما تعرفش اوله من اخره، لان عقلك بيخاف من المجهود الضخم فبيقرر يقف في مكانه. عشان كده الحل السحري انك تجزأ الشغف ده لخطوات صغيرة جدا. بدل ما تقول انا هبدأ بيزنس جديد، خليها انا هفتح ورقة بيضة واكتب اسم المشروع. بدل ما تقول هألف كتاب، خليها هكتب سطرين بس قبل ما انام. لما تصغر البداية انت هنا بتخدع عقلك وبتنزل من على كتفك حمل البدايات في ثانية. تاني حاجة، الحق لحظة الحماس واستغلها. انت صغرت البداية وبقيت جاهز، اوعى تستنى بقى لما الحماس يطير. كلنا بتجيلنا لقطات بنكون فيها في قمة طاقتنا، فكرة بتنور في الدماغ فجأة، وعلى فكرة كلنا كده، او فيديو بيحركك، او كلمتين من حد غالي عليك. طيب الازمة فين بقى؟ الازمة ان الحماس ده بيطير في ثواني، لو ما لحقتهوش في وقتها هيتبخر. اول ما تلاقي نفسك متحمس خد خطوة بسرعة، ما تاخدش منك اكتر من 5 دقايق. نفسك تتعلم لغة؟ ادخل حالا نزل التطبيق واعمل حساب عليه. ما تذاكرش دلوقتي، مش مهم، بس مجرد انك اخدت حركة انت كده فتحت الباب بجد. تالت حاجة، اقلب الحلم لروتين يومي بسيط، لان الحركة الاولى لو ما لحقتهاش بنظام يومي يثبتها هتنطفي بسرعة وتكسل تاني. الناس دايما بتبص للنجاح على انه قفزة واحدة كبيرة، لكن الحقيقة اللي بيوصلوا هم اللي بيترجموا الأحلام دي لخطوات يومية مستمرة. بدل ما تقول هعمل قناة يوتيوب مكسرة الدنيا، خليها هقعد 20 دقيقة أظبط سكريبت. بدل ما تقول هبقى رياضي وجسمي مثالي، خليها هتمشى 10 دقايق بعد الغدا. بدل ما تقول هفتح شركتي، خليها هخصص ربع ساعة يوميا أدرس السوق. الوقت القصير ده مش هيخوف دماغك، وفي نفس الوقت هيسحب البساط من تحت رجلين الكسل. رابع حاجة، اقطع الكهرباء عن المشتتات. أصل الروتين اليومي ده عمره ما هينجح طول ما دماغك ملهية ومشتتة. الكسل في أوقات كتير بيكون قناع، والحقيقة إن دماغك غرقانة في السوشيال ميديا. لو يومك كله داير بين التيك توك وانستجرام وفيسبوك، دماغك هتعمل ادمان للمتعة السهلة وهترفض تماما اي مجهود وصبر. ليه؟ لان حياتك بقت عبارة عن سكرول، حاجة سهلة بصباعك. خطتك العملية هنا، امسح اكتر تطبيق بضيع وقتك وجرب تبعد عنه اسبوع واحد. شغل تايمر واقفل على نفسك 25 دقيقة شغل بتركيز من غير ما تبص في الموبايل. افتكر دايما كل دقيقة بتضيع بتبعدك مسافات عن حلمك. خامس حاجة، عافر حتى لو مش طايق. طب افرض قفلت المشتتات وقعدت علشان تشتغل ولقيت نفسك برضو قرفان ومالكش مزاج. هنا لازم تفهم ان الكسل مش هيمشي لوحده ويسيبك، لازم تزق نفسك. ابدأ حتى وانت مش مستعد، لان الحماس بيجي بعد ما تبدأ شغل مش قبله. قول لنفسك انا هقعد 5 دقايق بس، وصدقني بنسبة 90% اول ما بتعدي اول كام دقيقة التقل اللي جواك بيتكسر وبتلاقي نفسك كملت لوحدك وسرحت في الشغل. سادس حاجة، حط نفسك وسط ناس شبهك، والزقة دي هتبقى اسهل بكتير.
لو انت مش لوحدك في السكة. عشان كده عيش وسط ناس بتجري وبتعافر، دور على جروب كويس او صاحب يكون عنده نفس شغفك واهدافك، وتتابعوا مع بعض خطواتكم كل يوم مهما كانت بسيطة. لما تحس ان في حد ماشي معاك في نفس الطريق هتشيل من على نفسك حمل تقيل، والطموح الفردي هيتحول لطاقة تشجيع جماعية بتقضي على الكسل. سابع حاجة، كافئ نفسك مع كل خطوة، وعشان الرحلة دي تستمر وما تزهقش عقلك محتاج انه يحس بالتقدير فورا. دماغنا بتموت في المكافآت، فكل ما تخلص خطوة بسيطة كافئ نفسك بحاجة بتحبها، كوباية قهوة مظبوطة أو حلقة من مسلسلك المفضل. بكده انت بتبرمج عقلك من جديد انه بيربط المجهود بحاجة حلوة مش بالخنقة والتعب. يعني لو انت شخص طموح بس حاسس انك كسول، العيب مش في شخصيتك، العيب في النظام اللي ماشي بيه. ابدأ بخطوة صغيرة وسهلة، الحق لحظات الحماس واقلب طموحك لعادات يومية، لأن اللي بيقفل اللعبة في الآخر مش اللي جري بسرعة في الأول، اللي بيوصل هو اللي مكمل حتى لو ماشي خطوة خطوة. والسؤال ليك دلوقتي وسيبك من أي أعذار، إيه أصغر حاجة ممكن تقوم تعملها حالا دلوقتي عشان تقربك من حلمك؟ مش عايز أعرفها، بس اللي أنا عايزه إنك تقوم تعملها دلوقتي.